أشهد أن زينة، هيدي زينة، كيف أنا نسيت؟ يا الله، عن جد عقلي مش معي. هلأ بخلص اللي بإيدي وبرجع بحكيها. ألو ألو. زينة، عن جد صدقيني عمرك أطول من عمري. انت بنت خالتي، ولو سأليني شو عملت امبارح بمناقشة الماجستير. بصراحة أنا ما كنت متوقعة منك هيك. والله العظيم عن جد صدقيني انت ببالي، بس عن جد كان معي شي بإيدي وقلت بس لما خلصوا أكيد حدقلك إن شاء الله. والله بتعرفي عن جد انت دايما على بالي، بس تعرفي الولاد ودروسهم عن جد طيرولي عقلي. بس صدقيني انت دايما ببالي، وانا عن جد كنت حدقلك. حلوة كتير الغنية اللي عم تسمعيها. هلأ عرفت أنا شو اللي ذكرك فيه. أنا هلأ اتأكدت إنه كلامي صح. هلا شيلك من المهم، انا بتمنى انه تقبلي انت بكره عزيمتي على الغدا. لا، أنا بكرة مش فاضية، بكرة عندي مشوار على السفارة، بدي أخلص إجراءات السفر. سفر؟ شو سفر هلا؟ اجليه، انا محضرت لك عيد ميلاد كتير حلو ان شاء الله يا رب يعجبك الاسبوع الجاي. اوكي؟ لا ما حقدر، لأنه الباسبور تاعي بتخلص مدته بعد 4 أيام، وأنت بتعرفي الإجراءات بمصر تاع الباسبور يعني بتاخد وقت. طيب خلص مش مهم، انت بكرة خلص الموعد اللي عندك بالسفارة وقوليلي اي ساعة كرمال نلتقى. خلص إن شاء الله بشوفك على الساعة 12 بكون خلصت. اوكي خلص اتفقنا. انا بكرة حلاقيك ان شاء الله حد السفارة وحكون ناطرتك. انا حكون جاي بالسيارة. أوكي خلص، أنا ناطرتك. مع السلامة. الو ألو. ايه زين عليكي، انا صرت حد السفارة. انت خلصتي او بعد؟ أنا خلصت دقيقة وبكون عندك. اوكي مش الحال شفتك. اوكي وينك يا بنتي؟ أنا مش شايفتك. انا هون شفتك، حاعطيكي اشارة. خلص مش الحال، أنا شفتك. زينة انتبهي جاي سيارة، انتبهي بليز، انتبهي. زينة قومي يا زينة حدا بليز يتصل بالإسعاف بليز. يسر يا رب، يسر يا رب، يسر يا رب، يا رب يجيب العوائق سليمة، يا رب يجيب العوائق سليمة. انت شو صار معك؟ شو ما بتشوف؟ منك شايف قدامك؟ شو عملت فيها للبنت؟ خبصتها؟ أنا ماليش دعوة والله، ده هي اللي مرت قدامي، هي اللي عدت قدامي وهي بتتكلم في التليفون. انت أنا ماليش بتعرف اذا دعوة. بصير لي شي والله لقيت لك، والله ما بعرف شو حاعمل فيك. ادعي الله انه تطلع عايشة. ليه يا ست هانة؟ ليه؟ حرام عليك يا ست هانة، ده أنا بجري وراكم عيال، إن شاء الله ربنا هيجيب العواقب سليمة إن شاء الله. بس انا اللي بقول لك اياه، انت ادعي الله انها تقوم بالسلامة، والا حفرجيك شي ما حيعجبك ابدا. ربنا هيسترها إن شاء الله، عشان ربنا عالم إن أنا غلبان وماليش ذنب في أي حاجة، هي اللي عدت من قدامي. الو حبيبي،
ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. جبتي ريناد وإياد من الحضانة ولا لسه؟ طب تمام، يعني انتوا في البيت دلوقتي؟ طب تمام تمام، الحمد لله على السلامة. ثواني كده، ثواني. يا باشا من علاء ورياد دول يا باشا؟ من دول؟ دول اولادك يا باشا؟ اه يا سيدي، عيالي. عندك مانع ولا حاجة؟ ركز قدامك في الطريق. يا باشا والله ده انا بستفسر بس، والله بستفسر بس يا باشا. احسن كان عندي اخين الله يرحمه ماتوا في حادثة موتوسيكل وانا كنت ماشي وبعدش انقذهم والله. مش قصدي، انا ركز في الطريق اهو. بقول لك هو انت هتحكي لي قصة حياتك ولا ايه؟ ولا اسيب المدام بقى واقعد اتسامر معاك يعني ولا ايه؟ والله يا باشا والله يا ريت، ده انت قعدتك حلوه والله. ما شبعش منها. شوف احنا مع بعض بقالنا كام سنه وما شبعتش منك والله ولا زهقت منك كده اهو. حاضر حاضر. طب ممكن تسمح لي، يعني لو سمحت، يعني لو تكرمت، ممكن تخليني اخلص المكالمة واسمع قصة حياتك بعد كده؟ ارجوك، مش عايز ولا كلمة. حضرتك بتستأذني؟ يا خرابي يا باشا، انا تحت امرك والله، انا تحت امرك يا باشا. خلاص خلص مكالمتك وبعدين نكمل. احسن عندي حوار كبير عايز احكي لك عليه، حوار الجاموسه والبت بتعه اللي وقعوا في الترع. خلص يا باشا عشان نحكيه لك بقى انا وكل قلت اهو. مش عايز كلام كتير. ممكن؟ يا باش بوم، تحت امرك والله. وسلم لي على الاولاد اللي انا عايز اعرف اساميهم، دول اللي انا ما اعرفش اساميهم، بتلخبط في اساميهم. حاضر حاضر يا سيدي، هسلم لك عليهم. خلاص سيبني بقى، سيبنا نكمل المكالمة. الو يا حبيبي. يا ترى بقى طبخ لنا ايه النهارده؟ مكرونة بشاميل؟ طب طب تمام، حاجة كويسة. بقول يا باشا من غير بقى ايه المكرونه البشاميل دي؟ انا اول مره اسمع عنها يا باشا. اول مره اسمع المكرونه. هي ايه يا باشا المكرونه البشاميل دي؟ يا سيدي اوعدك والله. حاضر عينيا انا هعرفك عليها تمام. بس يعني المدام لما تخلص هنبقى نعدي على البيت، اجيب لك قطعة كده تاكلها مع نفسك، بس ده في حالة انك تقعد ساكت. لا يا باشا مش عايز الحتت يا باشا. انا عايز اكل معاك يا باشا. انت عارف من صفاعية ربنا وانا بلف معاك في الطياره او في السياره دي او في العربيه دهيت، ومش عارف اكل من ساعتها يا باشا. انا عايز اكل يا باشا، ما اكلتنيش يا باشا. لا يا باشا مش عارف يعني. اعزمني مره يا باشا عشان اكل معاك. ينوبك ثواب يا باشا، ينوبك ثواب. انا قلت لك حاضر. ما خلاص بقى يا سيدي، حاضر. اول ما المدام ما نخلص خلاص هنروح نجيب الصينيه كلها ونقعد انا وانت والعساكر ناكل مع بعض. معقول هتاكل؟ ده يبقى يوم عيد، يبقى عيد عندي. اوعدني ما تفتحش بقك. اوعدك دايما فاكرك، اوعدك اليوم انساك. اخي والله انا نفسي افهم مين اللي ظلمك وسماك نبيه. يا باشا فكرتني بالذي مضى. هو انا بقى ما قلتلكش يا باشا؟ هو انا ما حكيتلكش؟ احسن قصه نبيه دي لها حكايه. انا ماليش اصلا نبيه، بس هو ايه، كان في حكايه بيني وبين العمده. بس عشان الوقت والطريق ومش عايز اقطع مكالمتك يا باشا. أيوة. مش هحكيها لك دلوقتي الا بعد. ولا تحب احكيها لك؟ لو قلت لي احكيها لك وما قلتليش احكيها لك مش هحكيها لك. بس انا اصلا مانيش اسمي ايه، مانيش اسمي نبي، انا اسمي عوضين في الاول. بس العمدي كان بعتني اعمل اشتري حمارين، فجبت له عجلتين فسميني بعد كده نبيه يا باشا. وحبيني قوي. انا قلت خلاص بس ولا كلمه. اتكلم اتكلم. الو حبيبي. بقول لك ايه، بعد ما تخلصي الطبخ كده بيرن عليا، هعدي عليكي، هبعت لك العسكري اديله الصينيه كلها تمام، وبيعمل انت تسميه للعيال. اوكي. واضح كده برضو ان المكالمه دي مش هنعرف نكملها يعني، فانا هسيبك دلوقتي خلاص وعلى تليفون. ربنا يديك يا باشا ويخلي قبلك يا باشا. وكمان في مكرونه ما شاء الله. انا انا بحب المكرونه قوي، بحب المكرونه. بس انا زعلان يا باشا اللي انت خلصت المكالمه بسرعه كده. كنت عايز اسمع قصه علاء واياد
يلا ربنا معاك يا باشا. انا خلاص مركز في الطريق اهو. من غرفة العمليات إلى الوحدة 20/6. من غرفة العمليات إلى الوحدة 20/6. هل تسمعني؟ حول. في رسالة جات لك في الراديو بتاعك ده ابو اريال. طب ممكن تسكت لحد ما استقبل الإشارة؟ ولا نفس. من غرفة العمليات إلى الوحدة 20/6. من غرفة العمليات إلى الوحدة 20/6. هل تسمعني؟ حول. نعم أسمعك بوضوح، ابدأ الإشارة. جاتنا إشارة إن في حادث قدام مبنى السفارة اللبنانية. حول. تمام معاليك. طب إيه نوع الحادث؟ حول. في واحدة يا فندم وهي بتعدي الشارع قدام مبنى السفارة خبطها تاكس. نرجو التوجه إلى مكان الحادث. حول. علم وجاري التنفيذ. اطلع بينا على السفارة اللبنانية. واسمك دي يا باشا، انا اول مرة اسمع عن السفارة البلالية. الله العظيم. السفارة البلالية اسمها السفارة اللبنانية يا جاهل. تمام. هو الشارع اليمين اللي جاي في يمين كمان. خلاص. عارف يا باشا لعبة يمين في اليمين ده، اذا عايزين هنلعب مع بعض لعبة السلم والتعبان. انا عارفها يا باشا، انا كنت زمان وانا صغير بقعد على الترعة وعلى المصطبة. كنا بلعب انا والواد زيكا صاحبي. الواد زيكا صاحبي كان بيعمل كده ونلعب مع بعض. بس التعبان ما كانش بيعمل فيه حاجة لان كان التعبان حصورة يا باشا. وده قصة تانية يا باشا نبقى لعبة نحكيها. يا بني آدم وسلم وتعبان إيه وزيكا مين وبتاع إيه يا راجل خلص انجز. ده احنا على ما نوصل ده في واحدة ما بين الحياة والموت. خلص يا عم خلينا نشوف شغلنا. من واحد اللي عامله حادثه. ما هو المشكله يا باشا ان البنات هم اللي بيسوقوا العربيات دلوقتي وما بيعرفوش يسوقوا وبياخدوا رخصه كده على الفاضي وما بيعرفوش يعملوا اي حاجه يا باشا. مش عارف المهنه لمت يا باشا. والله يا باشا المهنه لمت. ما عادش في سواقين زي الناس وعاد في سواقين رغايين. شفت يا باشا ربنا كرمني بيك ازاي وبسوقلك في هدوء وحاجات حلوه. بعمل لك حاجات حلوه يا والله يا باشا. مش هتلاقي سواق زيي. والله العظيم غبي غبي. بقول لك في تاكس ضرب واحدة ست والست ما بين الحياة والموت. فهمت ولا ايه؟ ركز. قلت لي يا باشا ما انا مركز اهو. قلت لي البنت خبطت العربية. طب ما الوقت الراجل صاحب العربية يا باشا زعلان وعلى الوقت متضايق وعشان العربية بتاعته البنت خبطتها يا باشا. يلا ما نشوف بقى احنا ماشيين اهو. ما نشوف هنعمل ايه. ربنا يعدها على خير وتطلع العربية سليمة. يعني انت كل اللي فارق معاك العربية وبالنسبة للبنت اللي بين الحياة والموت دي مش فارقة معاك؟ بالله عليك انت بني ادم. اركن خلاص وصلنا. وايه دي كلتها يا باشا؟ استنى يا باشا ما وسع لك الطريق. وسع للباشا. وسع للباشا. ايه وسع للباشا. ايه الحلاوه دي يا باشا؟ ايه الحلاوه دي؟ حصل ايه؟ حته شقاليطه. ايه اللي حصل هنا يا حته شقاليطه؟ ثواني بس انا عايز افهم حاجة بس. مين فينا الظابط؟ انا ولا انت؟ انا وانت ظباط. اقول لك ازاي. انت ظابط بتظبط الامن وانا ظابط بظبط لك الطريق يا باشا عشان تعرف تعدي. فاحنا الاثنين في مركب واحده ظباط. ظباط يا باشا. ظباط يا باشا. ظباط. احنا الاثنين ظباط. طب بقول لك ايه، ممكن تروح تقف جنب العربية عشان خاطر اشوف شغلي؟ ممكن تتكرم كده وتتفضل تروح تقف جنب العربية؟ خلاص بس انا ممكن اطلب منك طلب يا باشا. ممكن اطلب منك طلب يا باشا. ممكن اطلب منك طلب. هات ودك كده يا باشا والنبي شوف لي حته الشيكولاتة دي احسن. داخله مخيخي وعايز اروح بها البلد. انا قلت روح اقف جنب العربية بدل ما ادورك مكتب. ماشي انا رايح اهو. انا خلاص رحت. انا ما تنساش بقى يا باشا اللي قلت لك عليه. عايز اروح بها البلد يا باشا. ما تنساش. انا رايح اهو. ايه اللي حصل يا شقالي يا هانم؟ هيدا الشخص هيدا الشوفير
خبط بنت خالتي هي وعم تقطع الشارع. تعالى هنا. فين الرخص والبطاقة؟ انا ماليش صالح يا بيه، انا ماليش صالح في حاجة والله يا بيه، هي اللي عدت من قدامي، انا مش غلطان. انا مش عايز كلام كتير، ولو مظلوم هيبان. الرخص والبطاقة. اتفضل يا باشا. الاسم امين، السن، اقعد استناني هناك. يا باشا التاكسي ده مش بتاعي، والله التاكسي ده ما هو بتاعي يا بيه، انا بسترزق عليه، انا مظلوم يا باشا. لله الامر من قبل ومن بعد. يا عسكري زفت، يا عسكري نبيه، تعال هنا. ايه خلص لي الموضوع يا باشا، خلص لي الموضوع. كنت عارف يا باشا ان انت عمرك ما هتستغنى عني يا باشا وتبعد عن حته الشغلانه دي. ربنا يكرمك يا باشا ويصلح احوالك يا باشا، انا مش هنسالك الخدمه دي ابدا يا باشا. ربنا يبارك لك يا باشا. عايزك تروح تجيب عسكري من العربية، تمام؟ تركبه مع السواق ده ويروح مع الاسم ويتحفظ عليه هناك لحد ما انا ما اوصل. ما هو يا باشا غريت عني وجبت سواق تاني، معقولة يا باشا؟ أنا زعلان والله، أنا بنت معاك يا باشا، لا حتى أنا كويس وطيب والله. حرام عليك، وعايز كمان توديني الاسم؟ لا يا باشا أنا زعلان يا باشا، أنا واخد على، أنا زعلان يا باشا. بعد الأشياء دي كلتي، بعد الفترة دي كلتي تستغنى عني يا باشا بالسهولة دي يا باشا؟ حرام عليك يا باشا. اللهم طولك يا روح. هقول لآخر مرة، هتروح تجيب عسكري من العربية بتاعتنا. عارف العربية بتاعتنا اللي هناك دي فيها عساكر، روح واحد منهم يركب مع السواق ده عربيته وياخده ويروح بيه القسم، يستناني هناك، يتحفظ عليه هناك لحد ما انا ما اوصل. يا باشا فهمت، انت عايز ناخدني السواق المتهم ده وارميه في الصندوق بتاع العربيه من ورا، صندوق العربيه، واوديه الاسم واخلي اللي هناك النبطش يتحفظ عليه ويمد على رجليه. ليه يا باشا؟ هو عمل ايه السواق لكل ده؟ اكيد هو اللي داس الوزه دي يا باشا، الشوكولاتيه دي. العربية اللي هناك دي اللي فيها العساكر، عارف العساكر اللي ماسكين الآلي دول؟ عارفهم؟ هتروح تجيب واحد منهم تركبه مع السواق ده، يروح بالاسم يتحفظ عليه هناك لحد ما انا ما اوصل. يا رب تكون فهمت. اسمهم العسكري الآلي ده كان يا باشا اسمهم العمدة الآلي زمان. يا باشا فكرتني بالذي مضى، ده كانت أيام العسكري الآلي ده كنا بنقعد نضربه على قفاه لغاية ما يورم يا باشا. يا كانت أيام، فكرتني بالذي مضى. بقول لك إيه يا باشا، ما تيجي نسيب الناس دول كلهم وندخل العربية ونكمل قصة العمدة الآلي وقصة عوضين، القصة دي كلها يا باشا. عايزين نخلص، عايزين نتكلم يا باشا. تمام تمام، دي فكرة جميلة، يلا بينا كده، يلا بينا. تركب جوه العربية هنا وما تتحركش، واذا خرجت من جوه العربية هتاخد جزا، تمام؟ وانت يا عسكري هتروح تركب مع السواق ده عربيته وتروح تستناني في القسم، تحفظ عليه في اوضه النبطشية لحد ما انا ما اوصل. حاضر يا باشا، ده امرك يا باشا. هو الباشا زعلان مني؟ لا، هو انا عملت للباشا حاجه؟ عملت للباشا حاجه؟ ده هو مش عارف والله، ده انا حتى والله كلامه قليل معاه، وبحكي له حاجات معلومات مهمه، يعني مش عارف اعمل معاه والله الباشا ده هو. يلا هو اللي خسران. يلا اما شغل بقى اغنيه ايه، اما شغل اغنيه حكيم ولا مش حكيم ولا اي حاجه. يلا. هو فين الراديون بتاع المخروبه دي؟ ما تقلقيش يا هانم، ان شاء الله خير. هي كمان عربية الاسعاف جات اهي. يا رب يا رب زينة ما يصير شي، يا رب يا رب زينة تقوم بخير وسلامة يا رب. قلت لحضرتك ما تقلقيش، ان شاء الله هتبقى بخير ان شاء الله. ولو حضرتك مش هتقدري تسوقي العربية بتاعتك، حضرتك ممكن تتفضلي تركبي معايا. شكرا كتير لإلك. طب حضرتك ممكن تمشي ورايا بالعربية عشان نروح المستشفى. اوكي انا اكيد هلا همشي وراك. ميرسي كتير لإلك. ولا ميرسي ولا حاجة، ده واجبي. افتحوا غرفة العمليات حالا، حالة خطرة.
ايه دكتور، انا بنت خالتها، بقدر ضل معها؟ لا طبعا ما ينفعش، ما تقلقيش، ان شاء الله خير. ايه ده يا دكتور؟ دي ضغطها عالي قوي. ايه ده؟ استر يا رب. دكتورة، حضري الصدمات الكهربائية. انا جاهزة يا دكتور. 1 2 3. push to shock مرة تانية. 1 2 3. push to shock آخر مرة دكتورة. 1 2 3. push to shock الحمد لله الحمد لله، انكتب لها عمر جديد. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. كده النبض اتظبط بعد ما ركبنا المحاليل، الحمد لله. لكن بص كده يا دكتور، هنا في تقريبا كسر تحت الركبة هنا. هنا. انا شايف، اخدت بالي، بس دي مهمتك انت بقى. ما انا محضرة الكبيرة وهبتدي شغل دلوقتي يا دكتور، ما تقلقش. يا رب خير. بس بقول لحضرتك يا دكتور، احنا كده محتاجين ان احنا نعمل رسم مخ، عشان انا شاكة في حاجة. اه لاحظت وشاكك في اللي انت شاكة فيه. ربنا يستر ان شاء الله. بليز دكتور طمني، هي صارت منيحة؟ صارت أحسن؟ احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، بس للأسف. للأسف شو؟ للأسف شو يا دكتور؟ بليز ما تخبي علي شي، قلي شو في؟ شو صاير؟ ما تخافيش ما تخافيش، بس احنا مش هنقدر ان احنا نقولك اي حاجة دلوقتي غير لما تخرج من اوضة العمليات وتدخل العناية. العناية المشددة؟ ليه؟ شو صاير؟ هي هالقد حالتها خطيرة ولا شو؟ يا ستي ما تقلقيش، مش عارف انت مسببه لنفسك قلق ليه. انا شايف ان الموضوع ان شاء الله باذن الله هيبقى خير ان شاء الله، وبكره ان شاء الله باذن الله بكرة؟ كل حاجه هتتضح. أنا أكيد ما حأنطر لبكرة، أنا ما حسيبها ولا حأتركها ولا للحظة أبدا. أنا حضلني معها، ما حأتركها ولا للحظة. اولا مفيش داعي لوجودك معاها هنا في المستشفى، لانه كده كده انتي مش هتبقي موجودة معاها في مكان واحد، لان هي داخلة اوضة العناية المركزة. عارفة يعني ايه عناية مركزة؟ أنا أكيد ما حأتركها، هاي بنت خالتي، كيف بدي أتركها؟ أنا ما حأتركها أبدا، حضلني معها لتصحى. ما تقلقيش، انا هاخد رقم تليفونك وان شاء الله هتصل بيكي اطمنك عليها، وكمان بكرة الصبح ان شاء الله تقدري ان انتي تيجي وتشوفيها. بكرة الصبح؟ طب بليز دكتورة، بليز أي شي بصير بليز حكينا، هيدا رقم تليفوني. تمام ما تقلقيش، يلا مع السلامة. يا دكتور، معاك المقدم أحمد الباشا المسؤول عن التحقيق في الحادث. طبعا أنا سمعت كل حاجة دلوقتي، فواضح كده إن أنا مش هقدر أستجوبها النهاردة. لا طبعا ما ينفعش الوقت خالص، ولا النهارده ولا بكره، ومش هقدر اقول لك امتى يعني حضرتك تقدر تستجوبها الا بعد ما تفوق ان شاء الله. ما اقدرش احدد لك مده. ليه يا دكتور، هي حالتها خطيرة للدرجات دي ولا إيه؟ والله ان شاء الله كل حاجة هتظهر بكرة، وبكرة ان شاء الله هنقدر ان احنا نحدد امتى هنتكلم معاها. طب تمام، إن شاء الله تبقى بخير وتقوم بالسلامة، بس يا ريت أول ما تفوق تكلموني عشان خاطر أجي أتمم المحضر، وده الكارت بتاعي. تمام يا باشا، اوكي. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. تعال امضي هنا. والله يا باشا انا مظلوم، وده ما يرضيش ربنا. لو مظلوم هيبان، يعني انت هتنزل تقعد شوية كده في الحجز لحد ما يجيني تفريغ الكاميرات بتاعة السفارة. ادخل. صباح الفل يا باشا. ايه يا عسكري نبيه؟
لو سمحت حضرتك يا باشا، انا جبت السدهايه دهيتي، وكان العميد حسني كان هو اللي قال لي خد وديها للباشا، فانا جبتها لك يا باشا. ممكن يا باشا اشوف فيها ايه بعد اذنك يا باشا؟ اصل انا بسمع ان السدهات دي بيكون حاجات حلوه يا باشا. ممكن يا باشا اسمعها يا باشا؟ يا باشا ينوبك شوابي يا باشا، اشوفها يا باشا. بقول لك ايه، انا مش فايقلك على الصبح. حط السداهاية على المكتب واطلع بره. بالله يا باشا عليك يا باشا، خلينا نتفرج شويه بس. طب دقيقتين يا باشا، دقيقتين يا باشا بس يا باشا. ينوبك ثواب يا باشا، ده عايز اعرف الثانويه دي اللي فيها ايه يا باشا. ينوبك ثواب. نفذ الامر يا عسكري، اطلع بره. تمام باشا، تحت امرك يا باشا. سلام يا باشا، سلام يا باشا، سلام. والله حظك كويس، او ادي تفريغ الكاميرات وصل ما تاخرش. ثواني بقى. يا رب استر، يا رب استرها من عندك يا رب، استرها علينا يا رب، يا رب أنت عالم بحالي، استرها عليا يا رب. حظك من السماء، تفريغ الكاميرات جاء مطابق لأقوالك اللي في المحضر. أنا دلوقتي هفرج عنك بضمان محل الإقامة. مش برضه هو ده اللي موجود عندي اللي انت ساكن فيه ده ولا ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، ظهر الحق، ظهر الحق. أيوة يا باشا، أيوة يا باشا، هو العنوان اللي أنا ساكن فيه هو نفس العنوان اللي في البطاقة يا باشا، هو نفس العنوان اللي في البطاقة، هو ده اللي أنا قاعد فيه يا باشا، هو ده يا باشا. طب تمام، بس في إجراء روتيني. لما المجني عليها تفوق لازم تتعرف عليك عشان خاطر نقفل المحضر. خلاص هكلمك تحضر. لا تمام يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله. حاضر يا باشا، تحت أمر حضرتك يا باشا، تحت أمر حضرتك. حاضر، حاضر يا باشا. السلام عليكم، كيفك يا دكتور؟ طمني زين، ان شاء الله صارت احسن اليوم. دلوقتي يعني الحمد لله الحالة بدأت تستقر الحمد لله، بس مش هينفع تشوفيها دلوقتي. ليه؟ ليه ما حقدر اشوفها هلا؟ اكيد انتم مخبيين علي شي، صح؟ احنا مش مخبيين عنك حاجة ولا اي حاجة، احنا لسه مكتشفين الموضوع ده دلوقتي. موضوع شو؟ ما فهمت. لأنها يعني نقدر نقول لسه في حالة غيبوبة، الخبطة أثرت. غيبوبة؟ انتوا شو عم تقولوا؟ غيبوبة شو؟ امتى حتفيق منا يعني؟ والله احنا ما نعرفش، هو كل ده في علم الغيب. ممكن تفوق منها بكرة، ممكن تفوق منها بعد اسبوع، ممكن تفوق منها بعد شهر، ممكن كمان بعد سنة، الله اعلم. كل ده في علم الغيب. انا ماني عم بستوعب ابدا شو عم بسمع. بليز يا دكتورة، بليز خليني انا فوت شوفها. ما حاحكي ولا كلمة، بس حاطلع عليها من بعيد. بليز خليني فوت شوفها بليز. طيب تمام، هو عامة الزيارة ممنوعة في العناية المركزة زي ما انا قلتلك، لكن انا يعني هبعتلك حد يلبسك ملابس معقمة وتدخلي تبصي اقل من دقيقة، يعني مش اكتر من دقيقة، وتطلعي على طول. اوكي؟ يعني دقيقة بالظبط وتطلعي. اتفقنا؟ اوكي اتفقنا. شكرا كتير لك يا دكتورة، شكرا. مفيش شكر ولا حاجة، بس زي ما اتفقنا دقيقة واحدة. تمام؟ اوكي تمام يا دكتورة، تمام. اوكي يا ستي ما تقلقيش، 24 ساعة وبعد كده هنقلها في غرفة تانية، وبعد كده تقدري تقعدي معاها. انا كتير بشكرك يا دكتور، كتير شكرا كتير لك. يا رب تقوم بالسلامة زينة، يا رب انت سامع الدعاء يا رب هي ما لها حدا غيري هون. يا رب تقوم بالسلامة قبل عيد ميلاد الجمعة الجاي، يا رب انت مجيب الدعاء يا كريم.
يلا بينا بقى عشان خلاص الدقيقة خلصت. والله يا باشا ما اقدرش احدد لك ميعاد معين. اول ما تفوق ان شاء الله هكلم حضرتك. معلش يا دكتور انا تعبك معايا، بس يعني انت فاهم ده شغلي وانا اكيد بشوف شغلي، فاوعى ما تكلمنيش اول ما تفوق يا ريت. لا لا لا، اكيد اكيد هكلمك واقول لك ان شاء الله باذن الله. عارف ان ده شغل حضرتك. طب معلش بقى يا دكتور، انا مضطر ان انا اقفل معاك دلوقتي عشان انا طالع مأمورية، بعد اذنك. اتفضل. السلام عليكم. كيفك يا دكتور؟ طمني زينة، إن شاء الله صارت أحسن اليوم. الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين. دلوقتي يعني الحمد لله لسه في حالة الغيبوبة، والحالة بدأت تستقر شوية. تقدري تشوفيها. صار فيني أشوفها؟ عن جد؟ طب هي وين هلأ؟ احنا النهاردة الصبح نقلناها بغرفة تانية، غرفة رقم 110. أنا كتير بشكرك يا دكتور، كتير كتير شكرا كتير لإلك. اتفضل. صباح الخير يا دكتورة، كيفك؟ اهلا، صباح النور. طمنيني زينة، إن شاء الله صارت أحسن اليوم. النهاردة الحمد لله هي حالتها مستقرة، وانا متفائلة يعني ان شاء الله. ان شاء الله خير. كمان عينيها بتتحرك من ورا الجفون، تعالي كده بصي. وكمان هي مدركة حاسة بينا يعني، فان شاء الله انا متفائلة خير، وان شاء الله هي هتبقى عن كويسة. جد؟ يلا الحمد لله، بنتمك لباب السما يا رب. يا ستي مفيش اي مشكلة، تقدري تقعدي معاها براحتك. لان هي خلاص يعني تعدت مرحلة الخطر الحمد لله، لكن موضوع الغيبوبة لسه ما نعرفش. لكن هي الحمد لله يعني تعدت مرحلة الخطر، وتقدري تقعدي معاها. شايفة الزرار ده؟ لو حسيتي فيه اي حاجة مش مظبوطة او اي حاجة خطر، اضغطي عليه هجيلك على طول. لان انا عندي دلوقتي مرور مع المرضى، همر كده عليهم وهجيلك على طول ان شاء الله، هبص عليها. زينة، ليه هيك يا رب؟ والله إنها هي كتير منيحة، وما عندها شي لحدا، ما بتأذي حدا. انت كريم يا رب، اشفيها يا رب. يلا يا زينة يلا، انت قوية، شدي حيلك يلا. عن جد أنا كتير اشتقت لك واشتقت لصوتك، ماني عارفة شو بدي أعمل، مش عم بقدر أعمل شي، حتى ماني عارفة كيف بدي أخبر الأهل ببيروت. يلا أمي، انت قوية، رجعي متل ما كنتي. الحمد لله الحمد لله. فتحت عيونك؟ طمنيني، منيحة انت؟ ليه ما عم تردي؟ ايه ده؟ الحمد لله دي فتحت عينيها يا دكتور. انا الحمد لله. يا ايه، نقدر بقى نتعرف على اسمك بقى؟ اسمك ايه؟ أم طيب، دول كام؟ لو شايفانا وسمعانا حركي دماغك. طيب الحمد لله الحمد لله يا لو رب. سمحتي ممكن بس عايزك دقيقة بره بعد اذنك. دكتور، الصراحة ما عم بفهم شي، شو صار؟ هي دلوقتي الحالة دي أثرت على الكلام، يعني هي دلوقتي مش عارفة تتكلم، فاقدة النطق خالص. النطق؟ بس إن شاء الله هتتكلم بإذن الله. هنعرضها على دكتور مخ وأعصاب ونشوف الدنيا فيها إيه، وإن شاء الله خير. أنا مش فاهمة شي يا دكتور. ما تقلقيش، احنا الحمد لله كنا فين وبقينا فين. أما موضوع النطق ده احنا ممكن نعرضها لصدمة أو مفاجأة، وإن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله ربنا يجيب العواقب سليمة من عنده إن شاء الله. ما تقلقيش، ما تخافيش، يعني خير إن شاء الله، خير، ما تقلقيش. مفاجأة؟ صدمة؟
طب هي عيد ميلادها بعد بكرة، شو رأيكن نعمل لها شي؟ بركي إن شاء الله بيمشي الحال. والله فكرة ممتازة، ايه رأيك يا دكتور؟ من ناحية هي فكرة جميلة، لا لا لا، فكرة جميلة حلوة أوي. طيب بقول لك اتفقي مع الدكتورة وشوفي هتعملي ايه. يعني انتم موافقين؟ طبعا احنا موافقين. احنا اي حاجة لمصلحة اي مريض احنا بنوافق عليها على طول، وان شاء الله هنبقى نظبط الاحتفالية انا وانتي. اوكي تمام، كتير منيح. انا حجهز كل التجهيزات. بس يا دكتور نحن وين بدنا نحتفل؟ بالأوضة عندها ولا بحديقة المستشفى؟ لا لا طبعا مش هينفع في الأوضة عشان في مرضى حواليها، ومش هينفع عشان المرضى. احنا ان شاء الله هنعمل احتفال في حديقة المستشفى. انتي بس جهزي التجهيزات كلها، ظبطي كل حاجة وانا معاكي مش هسيبك. صباح الخير يا أستاذة دانيا. أهلا، صباح النور يا دكتورة. لا لا، ده احنا النهاردة زي الفل قوي وكويسين خالص، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيك بقى ان احنا نخرج شوية في الجنينة بتاعة المستشفى؟ اهو منه تغيير جو ومنه كمان علاج طبيعي، ان انتي بقى تحركي رجلك شوية وكده يعني. يلا ممكن تساعديني؟ أكيد يا دكتورة. يلا يا زين أعطيني إيدك، شوي شوي. بالراحة بالراحة خالص، بشويش بشويش، واحدة واحدة، على مهلك خالص. لا لا لا، ده احنا كويسين قوي النهاردة، احنا كويسين خالص، احنا تمام قوي وزي الفل، بسم الله ما شاء الله. شفتي يا زينة، انت كنت كتير مستعجلة على السفر. انا نيتي منيحة وانا عن جد كتير مبسوطة لانه قدرنا احتفلنا بعيد ميلادك سوا. شو هالمفاجأة هاي؟ انت عم تحكي؟ هيدي مفاجأة وفرحة كتير كبيرة. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا قمر. يلا بالراحة بالراحة خالص، بالراحة بالراحة خالص، اقعدي اقعدي بالراحة خالص على مهلك. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، ميرسي لإلك كتير. إلى شقيقة الطفولة والصبا وصديقة الدراسة بين مدرستي الكتاب والحياة ولزيمتي في المحن والنعم، أقدم لك أسمى الأماني وأحر التهاني، راجية المولى تعالى دوام الصحة والعافية كل عام ونحن سوا مع بعض إن شاء الله للأبد. ما في شي بيفرقنا إلا الموت. بحبك كتير، ينعاد عليك يا رب. هابي بيرثداي. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، كل سنة وانت سعيدة، كل سنة وانت فرحانة، كل سنة وانت صاحبتي واختي وحبيبتي، كل سنة وانت مجننانا في المسابقات كل سنة وانت منورانا، كل سنة وانت أجمل زينة في الدنيا، كل سنة وانت إن شاء الله محققة كل اللي بتحلمي بيه. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك يا رب، وتعوضي كل اللي فاتك وتحققي كل اللي بتحلمي بيه. هابي بيرثداي يا حبيبة قلبي أختك ملك. ميرسي لإلك. زينة، كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد إن شاء الله دمتم كل عام، ربنا يوفقك ويكتب لك الخير دايما يا رب. ميرسي لإلك.
كل سنة وانت طيبة يا زينة، عقبال مليون سنة يا رب. السنة دي يحقق كل اللي في بالك، محققش السنة اللي فاتت تحقق السنة دي. هابي بيرثداي تو يو زينة، كل سنة وانت طيبة يا قلبي. ميرسي لإلك. السلام عليكم. النهاردة طبعا أسعد يوم عشان عيد ميلاد زينة. بنقول لها كل سنة وانت طيبة، ويا رب يا زينة إن شاء الله ربنا يديك كل اللي بتتمنيه، وربنا يسعد أيامك كده ودايما منورانا وموجودة بينا كده بطلتك الحلوة. كل سنة وانت طيبة. هابي بيرثداي. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة وانت زينة، وعيد ميلاد سعيد. كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. هابي بيرثداي تو. كل سنة وانت طيبة. ميرسي لإلك. يا زينة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد، وطال الله لك عمرك في الخير. إن شاء الله ربي يرزقك ما تتمنى. إن شاء الله ربي تكون سنة سعيدة عليك. إن شاء الله في السنة هذه تحقق كل أمانيك إن شاء الله يا ربي. نشوفك مطلقة دايما إن شاء الله يا ربي. في هذه السنة يا زينة تروحي تتنيلي تتزوجي ونفتحوا منك. ميرسي لإلك. عيد ميلاد سعيد وعمر مجيد، ويا جميلة يا زينة، يا زينة يا جميلة بتاعتنا احنا كلنا. عيد ميلاد سعيد، يا رب يعود عليكم بخير يا رب، ونفرح بيك يا رب، ونشوفك في أحسن حال، وتحققي كل الأمنيات اللي انت عايزاها، ويا رب تكون سنة سعيدة عليك يا رب، أحسن من السنين اللي فاتت، والسنين اللي جاية تبقى أحسن من السنة دي. ويا رب إن شاء الله كده تبقي متألقة دايما وجميلة وأمورة، وربنا يحفظك يا رب، ونفرح بيك يا رب. وعيد ميلاد سعيد وعمر مجيد مرة تانية، ونسمع عنك كل خير. كل سنة وانت طيبة حبيبة قلبي. معاكي رحاب. ميرسي لإلك. طبعا الأخت زينة من لبنان، كل عام وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد وربنا يوفقك. معاكم الشيخ محمد أبو مصطفى، أتمنى لك كل السعادة انت واللي حواليك. كل سنة وانت طيبة. ميرسي لإلك. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بصحة وسعادة وهناء، من الأحسن للأحسن السنين الجاية إن شاء الله، وتكوني محققة فيهم كل اللي انت بتتمنيه. أختك دعاء مصطفى. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، وإن شاء الله رب العالمين السنة الجاية تكون أفضل من اللي فاتت، ويا رب يحقق لك كل أمانيكي ويبارك لك في عمرك يا رب، ويجعل لك في كل خطوة سلامة، ويحميكي من كل شر، ويجعل لك من كل خير. وإن شاء الله إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليك إن شاء الله، وعلى كل اللي حواليكي، وعلى بلادك، وعلى أهلك، وعلى كل اللي تحبيهم. ويا رب يا رب يا رب يتحقق لك كل أمنية بتتمنيها، وربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما تحبي ويمنع عنك ما تكرهي إن شاء الله. كل عام وانت بخير. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، كل سنة وانت أخت عزيزة وغالية، كل سنة وانت في أحسن حال وفي أحسن صحة، كل سنة وانت محققة كل اللي تتمنيه. سنة سعيدة عليكي، ويا رب يجعل أيامك كلها خير وسعادة. كل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وانتي بخير، وكل سنة وانتي أخت غالية، كل سنة وانتي أحلى زينة في الدنيا. ميرسي لإلك. زينة، كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد وعمر مجيد ان شاء الله. بقى في سنك اللي فاتت تحدي سنك الجاي، وهابي بيرث داي، وبقى كده سنين كتير يا رب تحققيها بسعادة وسرور وتحققي كل أمنياتك وأحلامك وكل اللي انت عايزة توصلي له. وعيد ميلاد سعيد كده يا رب ان شاء الله، وتفرحي بعيد ميلادك كل سنة وتحققي كل اللي انت بتتمني بيه. كل سنة وانت طيبة. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، يا رب يديكي الصحة وطولة العمر يا رب، ويتحقق لك كل اللي بتتمنيه يا رب. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، وعيد ميلاد سعيد
وعقبال 100 سنة. أحمد المصري. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، عيد ميلاد سعيد يا رب. السنة اللي انت ما حققتوش تحققيه السنة الجاية بإذن الله. ميرسي لإلك. كل الدنيا أضاءت حين ما رأت جمال زينة. كل عام وانتي بخير وسعادة وفرحة وجمال ورضا يا رب يا زينة. إن شاء الله العام المقبل تحققي كل أحلامك إن شاء الله. ربنا يمدد في عمرك بالخير يا رب العالمين، ويرزقك بكل حاجة تتمنيها وتحلمي بيها يا رب. Happy birthday to you. ميرسي لإلك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zina. Happy birthday to you. كل سنة يا زينة وانت طيبة، كل سنة وانت في صحة، كل سنة وانت صديقتنا ومعانا. سنة إن شاء الله القادمة تكون عليك أسعد من اللي فاتت. إن شاء الله سنة تكون لك كلها خير، تتحقق لك فيها كل ما تتمنى يا رب. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. ميرسي لإلك. السلام عليكم. زينة يا زينة، هابي بيرثداي تو يو، وإن شاء الله قبل 100 سنة يا رب، وإن شاء الله تحقق الأمنية الكل، وربي يمتعك بالصحة والعافية ويشوفك في خير إن شاء الله. ميرسي لإلك. زينة عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمني، وإن شاء الله السنة الجاية تكون وصلت الكل اللي انت عاوزاه، وكل عام وانت بخير. ميرسي لإلك. ولو كانت جميلة لكنا لها، ولكنها كانت أكثر من جميلة. زينة هابي بيرثداي، كل سنة وانت طيبة يا قمر. سنة جديدة سعيدة عليك في حياتك يا رب. سنة أجمل، سنة أسعد، سنة أحلى من أي سنة عدت عليك. إن شاء الله السنة الجديدة في حياتك تحققي فيها كل اللي نفسك فيه يا رب، وإن شاء الله تنسي فيها أي حاجة وحشة عدت في حياتك قبل كده. زينة الحقيقة كان نفسي أجيب لك طبعا أجمل هدية في العالم، بس انت احسن منها اكيد. انت تستاهلي اكتر من اجمل هدية في العالم. زينة جئت اكتب عنك فاطلت التفكير في زينة ونسيت امر الكتابة. مربكة انت اوي. هابي بيرثداي يا زينة، بتمنى لك بجد يعني عقبال 100 سنة يا رب، وتديم صحوبتنا دايما واخوتنا. وبجد انت انسانة عزيزة وغالية علينا كلنا، وكلنا اكيد بنحبك يا زينة وبنحترمك وبنقدرك، وبنتمنى لك كل خير في حياتك يا رب. هابي بيرثداي اخوك ميرو اواس. ميرسي لإلك. ايه بنت قلبي، كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد يا رب يفرحك ويسعد قلبك، وان شاء الله السنه الجايه تكوني في احسن حاجه انت بتحبيها وحققي كل حاجه تتمنيها يا رب. انا والله سعيده جدا ان انا اتعرفت على يعني حد كويس زيك، صديقه بجد فعلا رقيقه وجميله قوي، وربنا يحفظك ويحميك يا رب. احسن حاجه فيكي بحبها ضحكتك، مش عايزاكي ابدا تكوني زعلانه ومتنكده خالص. ضحكتك والله بتفرحنا جميعا وبتخلينا كلنا يعني مبسوطين جدا ان انتي مبسوطه معانا وكويسه كده وجميله. ربنا يوفقك يا رب يا قلب في حياتك ويفرحك ويسعد قلبك يا رب بابن الحلال اللي يعني يستاهلك بجد، وبشوفك دايما سعيده وفرحانه. قلبي يا زوزة، اي هابي بيرثداي زوزة قلبي. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، وعقبال 100 سنة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله السنة الجاية تكوني أحسن من السنة دي، ودايما نشوفك مبسوطة يا رب في حياتك. هابي بيرثداي يا زينة، أخوكي محمود. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، كل عام وأنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية، ويحقق لك فيها كل ما تتمني، ويجعلك من سعداء الدنيا والآخرة. ميرسي لإلك. أحب أهني أختي زينة بالسنة الجديدة إلها. كل عام وأنت بخير يا أختي زينة، إن شاء الله سنة سعيدة عليكي وعمر مديد وعمل سديد إن شاء الله. إن شاء الله العمر كله، ورب العالمين يبارك في عمرك ويبارك في عملك إن شاء الله، وتستاهلين كل الخير. وهذه بيرثداي تو يو، إن شاء الله رب العالمين يجعلها سنة سعيدة عليك وعلى أهلك، ويحقق لك كل الأمنيات ويوفقك في كل الحياة إن شاء الله. ميرسي لإلك. زين حبيبتي، ازيك يا عسولة؟ كل سنة وانت طيبة، عيد ميلاد سعيد،
عقبال يا رب مليون سنة تدين في سعادة وهنا وراحة بال، وكل اللي ما قدرتيش تحققيه يا رب في السنين اللي فاتت ربنا يحققه لك يا جميلة في السنة الجاية والسنين القادمة اللي بعدها. كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد، وعقبال يا رب سنين كتير 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 بقى، مش هقولك مليون سنة والكلام الهبد بقى، الهبد دوت اللي بيأكلش عيش ده، اللي بيقعد يتقال ده، لا انا اقول لك سنين كتير 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 كده تعيشون في سعادة وهنا وراحة بال وطمأنينة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحقق لك كل امنياتك ان شاء الله باذن الله. كل سنة وانت طيبة يا زينة يا عسولة، هابي بيرثدي تو يو، وكل سنة وانت طيبة. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة وميلاد سعيد، عقبال مليون سنة يا رب، دايما في السعادة وبصحة وبخير. ربنا يا رب يبارك لك في صحتك ويبارك في عمرك ويحقق لك كل أمالك وكل أمنياتك يا رب إن شاء الله بإذن الله. تكوني دايما مبسوطة بوجود صحبة أصدقائك المصريين، وأنا منهم إن شاء الله. أنا بجد يا زينة اتبسطت إن أنا عرفتك ومبسوط إن أنا أعرفك. يعني أنت إنسانة كويسة، إنسانة طيبة بصراحة، وإنسانة حد خلوق. ربنا يوفقك في اللي جاي، وربنا يا رب يحقق لك وكل ما تتمنيه ويسعدك كده ويسعد أيامك. و how are you today? happy birthday. ميرسي لإلك. زينة يا زينة، هابي بيرثداي، كل سنة وانتي طيبة، عيد ميلاد سعيد عليكي يا رب. ان شاء الله تقدري تحققي كل اللي انت بتتمنيه يا رب، والسنة دي تكون أحسن من السنة اللي فاتت إن شاء الله. نفرح بيكي قريبا يا قمر. ميرسي لإلك. كل سنة وانت طيبة يا زينة، عيد ميلاد سعيد عليكي، والسنة الجاية تكوني في أحسن صحة وأحسن حال، ويا رب يحقق لك كل آمالك وكل أحلامك. كل سنة وانت طيبة يا أحلى زينة في الدنيا، عيد ميلاد سعيد. أخوك محمد النقار. ميرسي لإلك. زينة كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله السنين اللي جاية تحققي كل اللي انت بتتمنيه وتكون احلى كتير من اللي فاتت، وتكوني دايما مبسوطة وسعيدة. كل سنة وانت طيبة يا قمر. ميرسي لإلك. يا مساء الفل. زينة من أجدع وأجمل الشخصيات اللي أنا اتعاملت معاها. طبعا اتعاملت معاها في نطاق الشغل، ملتزمة وبجد حد جدع قوي، وكلمتها ب100 راجل. بنت بجد جميلة. عايزة أقولها النهاردة في عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا أحلى زينة في الدنيا. يمكن معرفتي بيكي كانت في وقت قليل، بس بجد انتي جدعة قوي وبنت كويسة جدا جدا، واحلى زينة في الدنيا. هابي بيرثداي، كل سنة وانتي بألف ألف ألف خير. كل سنة وانتي طيبة. أختك رانيا حمدي. ميرسي لإلك. الحمد لله بالسلامة يا أستاذة زينة، الحمد لله. يا أما أكلم بقى المقدم بقى عشان كان عايز يستوبك، كان عايزك كده في كلمتين. الو، السلام عليكم سيادة المقدم، ازي حضرتك؟ الو، ايوه وعليكم السلام. مين معاك؟ الدكتور صح؟ اه يا عم صباح الفل عليك. صباح النور، اهلا يا دكتور. احساسي بيقول لي كده ان عندك خبر حلو. قلبك بيجيلك يا باشا. الحمد لله فايق. هي كانت داخلة في عدم نطق، بس سبحان الله فاقت امتى بقى؟ فاقت النهاردة يوم عيد ميلادها. عيد ميلادها؟ طب تمام والله، دي حاجة كويسة. يعني كده انا اقدر اجي استجوبها. اكيد يا باشا، بس طبعا حضرتك ايه يعني ما تجيلهاش في الكلام، عشان انت عارف ان هي لسه بادئة تستعيد عافيتها. لا 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 لا، اجهدها ايه يا دكتور؟ لا، هم يدوب سؤال او سؤالين على الاكثر. لو على قد سؤال او سؤالين مفيش مشاكل، يعني على الاقل اقصى حاجة كده دقيقتين يعني. واقل كمان من الدقيقتين يا دكتور. انا جاي مسافة السكة. الو يا اسطى امين،
معاك المقدم أحمد الباشا. الحالة فائت في المستشفى، تمام؟ عايز قبل ما أوصل تكون هناك. تحت أمرك يا باشا، تحت أمرك. ثواني وهكون هناك يا باشا. عايز اقول لك حاجة صح. النهاردة عيد ميلاد المجني عليها، تمام؟ فخلي في عينك حصوة ملح كده وهات لها حاجة انت وجاي. حاضر يا باشا، تحت أمرك. أنا ثواني وهكون هناك، ده أقل واجب هكون أقدر أعمله يا باشا. أقل واجب. حاضر حاضر يا باشا. عارف لو رحت هناك وما لقيتكش حاجة اشدك من ودانك. مسافة ما هجيب الحاجة واشتريها هتلاقيني هناك يا باشا. من عينيا يا باشا، تحت أمرك. السلام عليكم. ازيك يا أنسة زينة؟ الحمد لله على السلامة وكل سنة وانت طيبة. سوري بس هي ما بتعرفك. حضرته أحمد الباشا هو المحقق بالحادث اللي صار، والحضرة الشخص التاني هو القسطى اللي حوصت بالسيارة. أهلا وسهلا، شكرا كتير. ألف حمد لله على السلامة يا هاني. ألف ألف حمد لله على السلامة. أنا آسف يا هاني، دي حاجة بسيطة بس تقدري تقبليها مني. ميرسي وانت طيب. انا كده اقدر اعمل لك قضية تانية. انت كده تعتبر بتقدم رشوة عشان خاطر الست الكل ترضى عنك. بعد اذنك بس هسألك سؤال واحد. انت تعرفي السواق ده او شفتيه قبل كده؟ لا لا لا، أنا ما بعرفه. الحمد لله الحمد لله، ظهر الحق ظهر الحق. شكرا يا ست هانم، ألف ألف شكر يا ست هانم. انا ما كنتش شاكك في براءتك، بس هي شكليات بس عشان خاطر نقفل المحضر. يبقى عدي عليا في الاسم عشان خاطر نقفل المحضر ده. يلا انت بقى مع السلامة. شكرا شكرا يا باشا، شكرا يا باشا. ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة يا ست الكل، كل سنة وحضرتك طيبة. ميرسي وانت طيب. اسمحي لي يا ست الكل اقلع بدلة الضابط بقى وارجع الى شخصيتي الاصلية عشان خاطر اقولك كل سنة وانت طيبة، وكل عام وانت الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم، ومن حسن الى احسن. وان شاء الله السنة اللي جاية تحققي فيها كل اللي معرفتيش تحققيه السنوات اللي فاتت. وان شاء الله يا رب اكون قدرت اسعدك انا وجروب العمل اللي اشتغل في الاسكتش واللي ما اشتغلش برضو في الاسكتش. معلش هو طول شوية بس انت تستحقي ده واكتر. وان شاء الله ايامك اللي جاية تبقى احلى واحلى. وهابي بيرث داي مع تحياتي. Ahmed El Basha DJ.